واخيرا يا جماعه ده اول موبايل اندرويد في التاريخ ب3 شاشات. لما بتقفله بيبقى موبايل بشاشه واحده وتقدر تفتح الناحيه دي والناحيه دي كده، فيبقى معاك تابلت اندرويد 10 انش. طبعا هي مش اول شركه تعمل الفكره دي، ولكن ده اول موبايل اندرويد ينزل السوق بالفكره دي. بس خليني اكد لك ان المنتج ده هيحط سامسونج رقم 1 في السوق حرفيا دلوقتي. فجهز كده يا باشا، اعمل لايكك الجميل دلوقتي حالا. خلينا نوصل الفيديو ده ل 3 4000 لايك، ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. مبدئيا يا جماعه الموبايل لسه نازل النهارده رسمي في الوطن العربي. طيب ايه بقى الموضوع؟ ليه ممكن تشتري موبايل بالجنان ده؟ بص يا معلم، مبدئيا كده الموبايل ده هو 2 في 1. ولما اقول لك 2 في 1 هو حرفيا 2 في 1. مش زي التابلتس العاديه كده اللي اقول لك هو بيتفتح لشاشه التابلت ولكن تابلت صغير ميني في ايدك كده. لا مفيش الكلام ده بقى، هو حرفيا موبايل عادي جدا مقفول كده قدامك موبايل، ولكن لما تفتحه يبقى معاك تابلت بجد، تابلت كبير 10 انش يا جماعه. فاللي هو هتقدر تستفيد بكل مميزات التابلتس عادي مع الموبايل ده. انت في العادي كل يوم انت تستخدم موبايلك هتلاقي عادي جدا شاشه 6.5 انش بابعاد كويسه جدا كاستخدام موبايل، وبسمك على فكره مش كبير، يعني 12.9 مللي ده مش حاجه كبيره، خلي بالك على تابلت حرفيا. انت متخيل انت معاك تابلت 10 انش في جيبك، فاهم؟ فنسخه الموبايل عاديه مش الكارثيه يعني، او مش الحاجه الضخمه، ولكن طبعا هو اكبر من الموبايلات الطبيعيه اللي بشاشه واحده. دي حاجه بديهيه، ما هو هيحط لك الشاشه دي كلها فين يعني؟ فبالعقل يعني معلش. طيب وزنه قد ايه مثلا؟ اقول لك التابلت الكبير ده وزنه 309 جرام بس، ده وزن الموبايل كله بالشاشه الكبيره دي والشاشه الصغيره اللي بره. طيب خامات الموبايل معموله من ايه؟ قال لك معموله من مزيج كده ما بين السيراميك والفايبر عشان يديك قوه ومتانه وفي نفس الوقت خفيف، فقادرين يحققوا المعادله الصعبه يعني. ظهر الموبايل كمان هتلاقي فيه نقوشات كده، ايه، خطوط موجوده كده على الموبايل مرسومه. ده شكل الموبايل عامه، هو نازل بلون واحد بس، لون اسود، والخطوط دي موجوده فيه كده. شكله عادي كويس من بعيد، ممكن يكون مش اروش حاجه يعني، لو مش مطرقع مثلا، ما فيش نازل بالوان بقى جولد ومش عارف ايه والحاجات دي، ولكن هو فخم كده لوحده، فاهم حاجه؟ هو موبايل اسود نازل بلون واحد كده. طب لما تفتح الموبايل بقى السمك بتاعه ده كام؟ عايز اقول لك ان ارفع جزء في الموبايل سمكه 3.9 مللي بس، ده حرفيا يعني حجم 2-3 كريدت كاردز فوق بعض يعني. فهو انت ماسكه كده انت شايل تابلت، ولكن حاجه رفيعه جدا وخفيفه كمان في ايدك. ميزه عجبتني في الموبايل ده جدا انه ما تنزلوش عن معيار الامان ضد الميه اللي كان موجود في الزي فولد 7 بتاعه. فالموبايل او التابلت ده سميه زي ما تسميه، هو جايب معيار امان IP48، فهو فعليا ضد الميه عادي جدا والتراب. الفكره بقى في فتح الموبايل ده انه مختلف عن موبايل هواوي اللي كنا شفناه قبل كده، الميت اكس تي. موبايل هواوي ممكن يلف حوالين نفسه كده، فالشاشه حرفيا بتلف، تبقى متعرضه لانها ممكن تتخربش مثلا او تتكسر لا قدر الله لو انت قافله كده، لان هي بتبقى من بره في شاشه. انما سامسونج عشان يعالجوا الحته دي خلوه بيقفل على نفسه، يعني عامل حرف يو كده وتقدر تقفله على نفسه، فبالتالي كل الاجزاء اللي بره دي ما تبقاش شاشه، لا تبقى عندك شاشه بس فوق عادي زي اي موبايل، والباقي كله فريمات طبيعيه جدا بتاعت الموبايل، مش شاشه ممكن تتكحت منك او تتكسر لو وقع منك، فاهم؟ فهو عشان يبقى ديورابل اكتر وقوي اكتر عملوا فكره اليو دي، ان هو بيقفل على نفسه كده، بيتطبق الاثنين على بعض. وخلي بالك في شاشه قبل شاشه، يعني مثلا لما تيجي تقفل الشاشه دي معينه كده هوريها لك دلوقتي، لو جيت تقفلها هتلاقي الموبايل بيديك تحذير وفايبريشن، يقول لك لا ما تقفلهاش من هنا. وعلى فكره هو مش هيحصل له كارثه يعني، لو قفلتها مش هينكسر مثلا او حاجه، لا هو بس بيقول لك طريقه قفله الصح كده وبعدين كده. والميكانيزم بتاعته صايعه يعني، عايز اقول لك وانت بتقفله كده حتى بيبقى مصمت جدا في ايدك، احساس كده ان الموبايل حته واحده عادي لما بتقفله، مش حاسس ان انا ماسك اجزاء كتيره ومفصلات ومش عارف ايه، على الرغم ان هو فيه مفصلتين 2 هنجز يا معلم، واحد كبير بيربط ما بين الجزء اللي فيه الكاميرا والشاشه الخارجيه، وواحد تاني صغير للجزء الصغير الباقي ده من الموبايل. وحتى هتلاقي اختلاف الهنجز باين قدامك كده، في هنج كبير او مفصله كبيره ومفصله صغيره، ولكن الاثنين لما بيتفردوا الموبايل بيبقى مسطح تماما، يتحط على اي ديسك تلاقيه ثابت عادي جدا. عامه انا عاجبني فكره اليو دي عشان هي تحافظ على القوه بتاعه الموبايل والمتانه، بس على فكره هي فيها تضحيه برضو، فكره انك مش عارف تستخدم الموبايل بكذا وضع. يعني مثلا هواوي الموبايل بتاعهم كان ممكن تستخدم مثلا تلتين الشاشه بدل الشاشه كلها مثلا، فبيبقى ليه كذا استخدام. انما هنا لا، انت الشاشه الفعليه بتاعت الموبايل اللي تقدر تستخدمها هم شاشتين، الشاشه الخارجيه نفسها وانت قافل الموبايل خالص، والشاشه الداخليه كتابلت فعلي، واللي هي ميك سنس برضه. يعني انا شاري الموبايل ده عشان استخدمه مثلا كتابلت او كموبايل، مش جايبه مثلا عشان استخدم تلتين الشاشه بس. هي بس هو كانت بتفليكس شويه تحسها، او الفكره بتاعتها صايعه وكل حاجه، بس مش العجله العمليه اللي بستخدمها كل يوم. انا مش هاجي كل يوم استخدم تلتين الشاشه، فاهم؟ بالمنطق يعني. فانا ما عنديش مشكله مع دي، بس قلت اقول لك ان في تضحيه في النقطه دي، فاهم؟ عايزين المشاهد، انا حاسك بتتفرج على الفيديو ومستمتع واول مره تشوف الموبايل ده في الوطن العربي، يعني المفروض يعني الفيديو ده ان شاء الله ربنا يقدرني يعني لو ما ينتهيش بسرعه وانزله لكم، بس ده حاليا اول فيديو في الوطن العربي كتجربه فعليه للموبايل. وعشان المجهود اللي حصل في الفيديو ده لو سمحت اعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، وانزل دلوقتي حالا في الكومنتات قول لي عاش حكيم. اي حد يقول لي عاش حكيم اعمل له لاف وريبلاي دلوقتي حالا، وانت اخويا والله العظيم. شكرا جدا على التقدير، انا بحب التقدير. يلا سلام عليكم.
الشاشه الكبيره والشاشه الصغيره الاثنين تقريبا نفس الشاشات، دايناميك LTPO AMOLED 2X 120 هرتز، ولكن الشاشه الداخليه البيك برايتنس بتاعها 1600، والشاشه الخارجيه الصغيره عشان انت تستخدمها اكتر بره البيت فالبرايتنس او السطوع بتاعها اعلى، بيوصل معاك ل 2600 نتس، وعليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس سيراميك 2، فهو حرفيا متامن من كل حته، حتى الظهر قوي، الشاشه قويه، الشاشه الداخليه نفسها تعتبر بلاستيك يعني مش ازاز فعلي، فهي برده من جوه قويه جدا. المعالج الموجود في الموبايل ده مش الاخير، مش السناب دراجون 8 اليت جين 5، لا هو السناب دراجون 8 اليت عادي اللي هو معالج السنه اللي فاتت، وده طبيعي جدا وميك سنس الصراحه بالمنطق، يعني الموبايل ده هم شغالين عليه بقى لهم سنه فاهم، فهم مستخدمين فيه المعالج اللي كان موجود قبل ده، بس على فكره عادي، ما هو ال 8 اليت ده كان معالج فلاج شيبس برضه، يعني هو بيلعب ستيل كل الالعاب على اعلى سيتنجز عادي جدا، ولما الموبايل ده اجربه تجربه كامله هجرب لكم ببجي وكل الالعاب، بس عامه الالعاب هنا شغاله كويس جدا، وعلى الشاشه الكبيره بقى يعني احساس تاني، انت بتلعب على تابلت عادي وبعدين ممكن تقفله وتلعب على الموبايل عادي فاهم. وعكس المتوقع هو الموبايل ممكن يعني يبان غالي، انا مش هقول لك سعره كام دلوقتي لان هو ما اتعلنش رسمي، بس انا هقول لك سعره المتوقع في اخر الفيديو اتقال معايا يعني. عامه الموبايل ده هيوفر عليك انك تشتري تابلت وتشتري موبايل، لان هم اتنين في واحد فاهم، انت معاك موبايل قوي جدا وتابلت قوي جدا، الاثنين في جيبك، بصراحه منطقي جدا ان يكون غالي يعني. الموبايل النسخه اللي متوفره منه هي 512 جيجا دي كذاكره داخليه يعني، والرامات 16 جيجا، ودي حاجه ممتازه، الموبايل سريع جدا حرفيا في الاستخدام، ما بيعلقش مش بيلاج، وافتح بقى 6000 ابلكيشن في الباك جراوند عادي جدا مفيش فيها اي مشكله، والمالتي تاسكينج هنا عالمي، انت معاك شاشه 10 انش يا معلم، فممكن تفتح 3 4 ابلكيشن في نفس الوقت وتبدل ما بينهم وتتنقل ما بينهم وتستخدمهم كلهم في نفس الوقت، والموبايل هيبقى مستجيب معاك جدا. وعايز اقول على حاجه، الموبايل ما بيسخنش خالص، انا عايز اقول لك اشتغلت عليه كذا ساعه متواصل النهارده ولا اي حاجه، هو عادي جدا بارد كده كول عادي في مكانه، من غير ما يقول لك مثلا لا انا عايز ابرد ولا حاجه، مش ايفون هو. طيب سيستم الكاميرات هل في تضحيه؟ اقول لك لا، هو نفس سيستم الكاميرات الموجود في الزي فولد 7 هنا، واللي هو كان اصلا يعني البوم، احنا كنا بنقول فولدبل ده احسن كاميرا اساسيه، فايوه انت معاك كاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل مع كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل وكاميرا تيلي فوتو 10 ميجا بكسل تديك 3 اكس اوبتيكال زوم، فهو في زوم كويس جدا، والكاميرا الاساسيه نفسها الوايد 200 ميجا بكسل فبتطلع صور شارب، صور مليانه تفاصيل، مفيش فيها اي تضحيه، الموبايل ينفع تعتمد عليه عادي جدا كموبايلك الاساسي. الموبايل كمان بيصور 8K عادي جدا لان هو فيه معالج قوي جدا بيقدر يعالج الفيديو ده. عايز اقول على ملحوظه مهمه جدا، وانت فاتح الموبايل عشان تركب السيم كارد بيركب في الجنب اللي بيتني لجوه الموبايل، ركز معايا، انت عندك تابلت اهو، مدخل السيم كارد من على الشمال كده هنا تمام في الطرف ده، بس التلت بتاع الموبايل ده لما بتيجي تقفله بقى كموبايل فعلي هو اللي بيتقفل الاول لجوه وبعدين الناحيه الثانيه تتقفل، فبالتالي السيم كاردز بتاعتك بتبقى محفوظه جوه مش بره، فاهم حاجه؟ طبعا حاجه غريبه شويه فقلت اقول لك عليها، يعني انت موبايلك المفروض وانت ماسكه من بره كده تقدر تطلع الشريحه، لا انت الموبايل ده وانت قافله كده عادي الشريحه بتاعتك في الجزء اللي مدفون جوه المقفول عليه، فمش عارف بصراحه دي حاجه حلوه ولا لا، بس هو محمي كده جوه فاهم، تحس السيم كارد جوه الموبايل فعليا، مش عارف تفتحه من بره، لا لازم تفتح الناحيه دي كده او تفتح الموبايل عشان تطلع السيم كاردز بتاعتك. سماعات الموبايل سماعات ستيريو، فعندك صوت محيطي مجسم كويس جدا من سامسونج، سماعات نظيفه، والفينجر برينت موجوده في زرار الباور، وده طبيعي جدا في اي فولدبل عشان تقدر تاكسسه وانت ماسك الموبايل باي وضعيه، فانت لو قافل الموبايل عادي تقدر تاكسس الفينجر برينت من بره، ولو حتى فاتحه كتابلت تقدر برضه تاكسسه من بره، هي مش هينفع يحطها لك جوه الشاشه يعني، بالعقل العقل زينه. بالنسبه للبطاريه فاحنا ما شاء الله سامسونج بتعدي، يعني عملت بطاريه كبيره في الموبايل ده 5600 ملي امبير، بطاريه اكبر من الزي فولد 7، وميك سنس بصراحه لازم يتحط فيه بطاريه اكبر لان هو جهاز اكبر وتابلت اكبر فهيستهلك بطاريه اكتر، فلازم نحط فيه كاباسيتي اعلى، ف 5600 ده رقم كويس، ولكن هل شوف بقى السؤال اللولبي بقى الحلزوني، هل دي تكفيك انك تستخدم الموبايل ده او التابلت ده طول اليوم؟ الاجابه ولا، وانا لسه ما جربتش يعني، هم الثلاثه مع بعض. لان انت لو بتستخدمه كموبايل فعلي 5600 دي حاجه ممتازه، لا لان اخاف شويه، هو تابلت كبير وبتستخدمه طول اليوم ممكن يخستع معاك، مش متاكد بقى دي عشان انا لسه ما قعدتش مع التابلت ده كتير فاهم، يعني انا استخدامي النهارده ال 5 6 ساعات دول اقدر اقول لك انه كويس، يعني انا كنت بستخدمه ما بين الاثنين، ما بين شاشه واحده والشاشه الكبيره، وبصراحه يعني احتاجت اشحنه في الاخر خالص فاهم، فهو لا قعد معايا كتير جدا، واظن في اوبتمايزيشن بالسوفت وير حلو، والموبايل يعني هو فاهم ان ده تابلت، فاهم حاجه؟ يعني الموبايل السوفت وير بتاعه فاهم ان ده موبايل وتابلت، فقادر يتحكم او يشتغل على الاثنين، مش مجرد هي شاشه موبايل بتكبر معاك، لا هو حرفيا لما بيتفتح خالص بيبقى تابلت فعليا، يعني مثلا ابلكيشن يوتيوب وانت شغال عليه تقدر مثلا تبقى تتفرج على شاشتين كده وبتسكرول في الثلث الثالث من التابلت كانه تابلت فعليا مش موبايل كبير. ركز في الحته دي صعبه شويه انها تحصل اصلا في الموبايلات الصيني زي اونر وباقي الشركات، ولكن هنا هم عارفين يوبتمايزوا السوفت وير بحيث ان انت تقدر تستخدمه عادي جدا كتابلت وكموبايل. وعايز اقول على ملحوظه، يعني اغلب
الفولدبلز لما جربتها لما تبقى بتعمل حاجه على الشاشه اللي بره دي وتفتحه بيكمل عادي، لا هنا بيقفل. يعني لما تيجي تنقل ما بين وضع التابلت ووضع الموبايل بيقفل ويبدا من جديد. معرفش بصراحه هل دي مشكله هتتحل بعدين ولا لا، بس اظن انها ممكن تكون مقصوده، لان الموبايل زي ما قلت لك بحس ان هو بيفهم ان خلاص فتحت تابلت دلوقتي، فبيغير شويه في السوفت وير، جايز عشان كده هو بيحتاج يتقفل، يعني بيقفل على طول بيعمل لوك وبعدين انت تفتحه تاني، فاهم؟ فيعني ممكن يكون ده عشان يحل المشكله بتاعه السوفت وير، اللي هو يبقى فاهم انت دلوقتي بتستخدم تابلت ولا بتستخدم موبايل. سرعه شحن الموبايل ده هي اعلى سرعه شحن عند سامسونج 45 واط، مش 25 زي الزي فولد 7، خلي بالك. فهو سرعه شحن سريعه وبيدعم شحن وايرلس كمان على فكره بسرعه 15 واط، وفي ريفرس وايرلس تشارجنج، يعني هو ممكن يشحن حاجات ثانيه، سماعه مثلا بسرعه 4.5 واط. اسم الموبايل ايه بقى؟ سموه ايه يا باشا؟ سموه جالاكسي زي تراي فولد، تمام؟ ده اسم الموبايل، وسعره متوقع يكون حوالين ال 3000 دولار. كام بالظبط انا ما عنديش ادنى فكره، وهيبدا بيعه فعلي يوم 19 ديسمبر 2025. انا قلت اقول لك على كل حاجه، اول ما اعرف سعره الرسمي بالظبط هكتبه لك تحت في اول كومنت، في الكومنت المثبت، ومستني اعرف رايك انت الصراحه. يعني انت عزيزي المشاهد كده قول لي رايك في الموبايل ده ايه؟ ناوي تشتريه؟ راجل غني جدا وناوي تشتريه عرفني طبعا، لو مش ناوي تشتريه برضه عرفني ايه السبب، عايزين نتناقش في الكومنتات. انا الصراحه عاجبني جدا الفكره، ومناسبه اكتر للناس اللي فعلا بتستخدم موبايل وتابلت، يعني حياتها متمحوره حوالين تابلت وموبايل على طول. انا صراحه مش الشخص اللي بيستخدم تابلتس كتير، انا اصلا مش بستخدمه يعني اي تابلت عندي هنا حتى في الاستوديو كاستخدام فعلي، لا انا دايما معتمد على الموبايلات. لكن لو انت شخص بتستخدم تابلت وموبايل في يومك دايما، فاظن ده حل يعني اعجازي بالنسبه لك. انت فعليا معاك تابلت كبير ومعاك موبايل برضه في نفس الوقت، تقدر تحطه في جيبك وتخرج بالتابلت بتاعك بره، فهم اتنين في واحد. مش لازم يبقى عندك جهازين، لا هو جهاز واحد بتشحنه كل يوم، تستخدمه كل يوم، ومعاك طول اليوم حرفيا بره البيت وجوه البيت، مش محتاج مساحه للتابلت تاني. فهي فكره بصراحه جامده جدا وتكنولوجيا قويه جدا. وعايز اقول لك ان سامسونج مكملين في الموضوع ده، يعني هم قالوا حتى ان هم خلاص دي سلسله مستمره التراي فولد ده، يعني ده اول جيل فيها، هيبقى في جيل تاني وجيل تالت وجيل رابع ومش عارف ايه، يعني دينا وربنا يا طول العمر طبعا. قولوا لي برضو انتوا شايفين ايه اللي ممكن يتحسن في الموبايل ده، شايفين ايه اللي عايزينه يتطور فيه الاجيال الجديده، وانتوا عارفين انا دايما بقرا كل الكومنتس برد عليها. وبس كده، هتروحوا على اللايك كبير، ولكن اخر فيديو جديد. بيس.